كده زي ما تكونوا معتمدين على شخص واحد بس في حياتكم على طول، لو الشخص ده رَد تمام، الشخص ده ما ردش أنت مكتئب. أنا بقى كنت كده، ده بالنسبة لي بقى طول عمري في الinternational programs ندمت على فرصة واحدة بس للسفر واستنيت شهور، ودي كانت الغلطة الكبيرة. ودي episode 27 من سلسلة 30 upgrade 30 يوم في رمضان، ودي سلسلة باقول لك فيها عن كل حاجة أنا عملتها عشان أسافر 18 دولة وأشتغل مع الأمم المتحدة وأنا لسه في الجامعة، فلو أول مرة تشوفني ما تنساش تعمل follow. أول ما بدأت أعرف عن حاجة اسمها الscholarships وعن المنح وعن الprograms وعن السفر كنت باقدم على حاجة واحدة بس وأفضل مستنية. حتى في الشغل كنت باقدّم على حاجة وأفضل مستنية واترفض أو حتى تيجي لي بعدها بسنة، فأنا لو اتقبلت فيها يعني أنا حرفيًا عاملين كده زي ما تكونوا معتمدين على شخص واحد بس في حياتكم على طول، لو الشخص ده رَد تمام، الشخص ده ما ردش أنت مكتئب. أنا بقى كنت كده، ده بالنسبة لي بقى طول عمري في الinternational program اتقبلت واو سعادة الدوبامين فوق خلاص، لو اترجّكت حزن، نكد، اللي هو يعني إيه أترفض، يعني إيه عليه يترفض؟ دي أنا اكتشفت إن هي أكبر غلطة ممكن تكون بنعملها في حياتنا، ومش للسفر، ده للشغل، للأشخاص حتى، لأي حاجة بجد، إن إحنا نعتمد على كل حاجة ونحط توقعاتنا على كل حاجة، بس حتى لو أنت شايف نفسك perfect، لو أنتِ شايفة نفسِك ملكة جمال الكون، إزاي الشخص ده ما يختارنيش؟ لو أنتِ شايفة نفسِك اللي هو أنتِ عندِك كل الskills، إزاي الprogram ما يقبلنيش؟ والله لسه جاي لي rejection في الشغل أنا كنت متأكدة 100% إنها هتتقبل، ما اتقبلتش، بس عادي ما بقتش توقعاتي زي الأول. فاهمة؟ ما بقيتش أنا زي الأول اللي هو خلاص بقى لأ، عالية خلاص أهدى، ناخد نفسنا، الapplication اللي بعده، مش لسه هازعل على حد أنا، في العلاقات دي بقى ما ليش دعوة أنتِ ونيتِك. الcompetition بتبقى عالية جدًا في الprograms الدولية، فإن أصلًا حتى لو أنتِ متأكدة 100% إن أنتِ هتتقبلي وأنت متأكد إن أنت 100% أنت شخص جامد، وأنت فعلًا على فكرة ممكن تكون شخص جامد، بس في ناس كتيرة جدًا من بلاد تانية، ممكن في حاجات زي الفيزا وقّفتهم، ممكن تشوفوا إن دي حاجة مش عادلة، بس دي بتحصل معانا كلنا، ودي الticket اللي إحنا بناخدها عشان إحنا ناس من برّه الاتحاد الأوروبي أو إن إحنا ناس من مصر أو من الدول العربية. ما تستنيش تقدّم على فرصة واحدة بس ونقعد نعيّط، لأ نقدّم على كذا فرصة نشوف فعلًا. أنا ما باقولش إن إحنا نقدّم على أي حاجة وخلاص، ده مش كلامي، أنا باقول إن إحنا نقدّم على الفرص اللي فعلًا كويسة، نقدّم عليهم كلّهم ونستنى. أنا متأكدة إن على الأقل فرصة واحدة أو فرصتين هييجوا لك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل follow وتقول لي في الكومنتات إيه رأيك وهل فعلًا بتعمل ده، ولو مش بتعمله جرّبوا كده اعملوا ده وقولوا لي برضه، وابعتي الفيديو ده لصاحبتِك اللي هتستفاد منه، وافتكري إن خير الناس أنفعهم للناس، واشوفكم في episode جديدة. باي باي.